جالسين يتحدثون عن التحرش الجنسي للأطفال. في مرة أنا حضرت ندوة وجالسين وما أدري إيش وقولوا لأولادكم، قلت لهم من يتحرش من يتحرش جنسيا على بأولاده؟ من يتحرش؟ ما وجد بعض الآباء بناتهم حاملات منهم؟ أيوة نعم، أيوة نعم. واحد حكم عليه بالإعدام هني في عمان لأن بنته جاب بنت منه، والبنت اليوم موجودة. ليش تحرش ببنته؟ ايش اللي منعك انت من التحرش؟ وازع الدين والعقل، صح والله لا؟ اذا راح العقل وما دين ايش بيصبح الانسان؟ بل الحيوان بعد ما يحب هذا. يقول لك مره يابا فرس على امه ويوم عرف قطع جهازه، آلته قطعها بلسانه بثمن. ومره سمعت احد المحاضرين ويتحمل مسؤوليته ان حرمه حامله من ولدها، ويوم قالها الطبيب قالت كلهن كذاك الحريم يسوون. ليش؟ العقول. لما تعطل هذه يصبح الانسان ارذل من الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في سورة الأعراف. وعجيب في القرآن الكريم ذكر عن إنسان تعلم العلم، لأنه قالت واحد متعلم وعنده ولكن ماشي يمسح عقله. واحد يقول يصلي وأنا 4 صلوات يصليهن جماعة للفجر علام، قال أشرب كل يوم 6 قواطي بيرة. نعم الروح قايل، قالوا يا رجاله هذه بعد نسوي لي شلب ومرقين هذه. قلت لهم اقول لهم يا رجال، قال الله يحب الستارين. الله على شيطانك كل يوم 6 قواطي، احنا نشرب شويه تجي وبطني ينتفخ هو يشرب 6 وعاد الحين احجام كبيره. يا جماعه فين الناس عايشين؟ لو ما بزيد بس يستوي. يا جماعة أنا أريد كل واحد منكم يمد يديه كذي ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بذي كثير من خلقه. والله يا جماعة، والله يا شباب، أخوكم صغيرا إن احنا نحمد الله تعالى إن مريحنا من هذه الآفات.